تحديدا بالرياض في مكان مسكر من سنين. كل واحد داخل لجوا يحلف انه شاف شي مو طبيعي. مستشفى عرقة. المكان حتى الحرس ما بيقربوا عليه بالليل. الليلة رح نحكي القصة كاملة. المكان اللي صار أسطورة رعب حقيقية بالسعودية. بنوه بعيد شوي عن المدينة لحتى يكون مكان علاج طويل الأمد ومرتاح. أول كم سنة الأطباء صاروا يحكوا عن أصوات بالليل، أجهزة تشتغل لحالها. مرتين صار في حريق بغرف فاضية تماما بدون أي سبب واضح. بسنة 2000 تقريبا قرروا يسكروا المشفى. طبعا الإدارة حكت إنها مشاكل إدارية فقط لا أكثر، بس في ناس بتحلف إنه السبب مش إداري. ممرض قديم حكى إنه شاف مرة ست لابسة أبيض عم تمشي بالممر. لما لحقها اختفت بالحيط. دكتور قال إنه كان يسمع أصوات تناديه من غرفة فاضية. يفتح الباب ما في حدا. بعد ما تسكر صارت القصص تزيد. الشباب يدخلوا يصوروا ويسمعوا الصراخ أو خطوات حواليهم. بسنة 2012 صار الترند اسمه مسكن الجن. عشرات الشباب قرروا يدخلوا بنفس اليوم ويصوروا. فجأة حريق ضخم طلع من الطابق الثاني وولع كله، ولع المكان كله. واحد من الشباب اللي كانوا جوا قال سمعت صوت يناديني باسمي. لما التفت شاف ظل طويل. واقف بنص الممر. بعدها صار كل شيء أسود. الحريق دمر نص المستشفى. بعدها سكروه للأبد وصار ممنوع الاقتراب منه. شهادات ناس شافوا المكان. طلع حارس قديم وحكى إنه سمع خطوات فوق وهو لحاله. لما طلع ما لقى شيء، بس حس في حدا عم يتنفس وراه. مجموعة شباب استكشفوا المكان وسجلوا أصوات أطفال بتبكي بالليل. في واحد طلع من المستشفى هو وجسمه مشلول انشل جسمه نص ساعة، والأطباء ما لقوا له أي تفسير نهائي. فعلا مسكون. في ناس بتقول المكان بس مهجور وكل القصص مجرد تخيلات، بس تكرار الأصوات مع ناس ما بيعرفوا بعض شي بيخليك تشك إنه الموضوع أكبر من صدفة. حتى اليوم المكان مسكر بالكامل والدخول ممنوع. مستشفى عرقة صار أسطورة رعب بالسعودية، بس يمكن يكون مسكون فعلا. يمكن يكون المكان نفسه محتفظ بالخوف تبع الناس اللي مروا فيه. إذا كنت قريب من الرياض تجرؤ توقف قدامه بالليل؟ خبروني بالتعليقات. إذا فتحوا أبوابه بيوم من الأيام تتجرؤوا تفوتوا بالمشفى؟